في يوم من الأيام راح سيدنا محمد لأهل الطائف عشان يدعوهم للإسلام، ولكن أهل الطائف رفضوا دعوة الرسول وللأسف ضربوه بالحجارة. وهنا زيد بن حارثة وهو الوحيد اللي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحمي الرسول بجسده، وللأسف الرسول نزف من رجله وزيد بن حارثة كان جسمه كله دم. بعدها اتجه سيدنا محمد لمكة وصلى فيها بالليل، وقتها اتجمعوا حواليه الجن. وهنا أول مرة سيدنا محمد يعرف إن رسالته مش للإنس بس، لأ ده كمان للجن اللي في منهم آمنوا بالله ورسوله. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. بعدها جه سيدنا جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه البراق، والبراق ده ولا هو حصان ولا هو حمار وليه جناحات، ويقال إن اسمه البراق لأنه بيمشي بسرعة البرق. ركب عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعاه سيدنا جبريل ومشوا لحد القدس بفلسطين. وهنا سيدنا محمد ربط البراق بحبل في سارية زي عمود من الخشب كده. فسيدنا جبريل بيقول لسيدنا محمد: ليه ربطته يا رسول الله؟ ده كائن جاي من السماء. وهنا سيدنا محمد بيعلمنا ان احنا لازم ناخد بالاسباب ونتوكل على الله. بعدها دخل سيدنا محمد وسيدنا جبريل المسجد الاقصى، وهناك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقى كل الانبياء والرسل في المسجد، اعظم لقاء في التاريخ. بعدها طلع سيدنا محمد وسيدنا جبريل بالمعراج لحد لما وصلوا للسماء الاولى، ويقال انهم تركوا الباب فملائكة السماء بيقولوا: من؟ رد عليهم سيدنا جبريل وقال: جبريل. فقالوا: من معك؟ قال: محمد. فقالوا ملائكة السماء الأولى: أبعثت؟ قال: نعم. فقال: أذن لي أن أفتح. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم السماء الأولى، ولقى رجل على يمينه ظله أسود وعلى شماله ظله أسود، ولما يبص على الراجل اليمين يضحك ولما يبص على الشمال يحزن. سيدنا محمد سأل: مين ده يا جبريل؟ قال جبريل: هذا أبوك آدم. فسلم سيدنا محمد على سيدنا آدم، وسيدنا آدم قال: مرحبا بالولد الصالح والنبي الصالح والعبد الصالح. بعدها سأل سيدنا محمد جبريل: ليه لما يبص على يمينه بيضحك ولما يبص على شماله بيحزن؟ فقال جبريل: انه لما بيبص على يمينه بيشوف ابنائه اللي دخلوا الجنة، اما على يساره بيشوف اللي دخلوا النار فبيبكي عليهم. بعدها صعد سيدنا محمد للسماء التانية وشاف سيدنا عيسى وسيدنا يحيى. وبيقول سيدنا محمد ان سيدنا عيسى كانت خدوده حمراء من جماله، ولا هو طويل ولا هو قصير، وكان شعره كأنه مبلل بالماء. بعدها صعد سيدنا محمد للسماء التالتة وبس في سيدنا محمد راجل شافه، وبيقول: رأيت رجلا أوتي نصف جمال بني آدم، وطبعا ده كان سيدنا يوسف عليه السلام. بعدها طلع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للسماء الرابعة، وبعدها للسماء الخامسة ولقى فيها سيدنا هارون، وبعدها للسماء السادسة ولقى فيها سيدنا موسى. بيقول سيدنا محمد بأنه لقى سيدنا موسى طويل نحيف أسمر البشرة وكان بيبكي. وبيقول سيدنا موسى: هذا الغلام الذي جاء من بعدي، قصده على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتبعوه أكتر من اللي تبعوني. بعدها طلع سيدنا محمد للسماء السبعة. بيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لقيت رجلا شيخا أشبهه يشبهني، يعني شبه بعض، وده كان سيدنا إبراهيم عليه السلام، جدي وجد سيدنا محمد وجدكم. وشاف سيدنا إبراهيم متكئ على البيت المعمور اللي هو على طول فوق الكعبة. وهنا بيقرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سيدنا إبراهيم، فيقول سيدنا إبراهيم للرسول: مرحبا بالنبي الصالح وبالعبد الصالح والولد الصالح. ويقول سيدنا إبراهيم للرسول: أبلغ أمتك السلام. وهنا سيدنا إبراهيم بيسلم عليك وعليا، وأوصيهم بأن الجنة طيبة التربة وعذبة الماء، وأن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكده أنت غرست نخلة في الجنة، في أسهل من كده؟ بعدها دخل سيدنا محمد للبيت المعمور ولقى 70,000 ملك بيطوف حول البيت المعمور. وهنا استأذن سيدنا محمد من ربنا بأنه يوصف واحد من الملائكة، وربنا سبحانه وتعالى قبل. بيوصف سيدنا محمد ملاك وبيقول إن ما بين شعمة أذنه إلى عاتقه اللي هو كتفه مسيرة 500,000 سنة. بعدها طلع تاني سيدنا محمد وهناك شم ريحة طيبة، فسأل سيدنا جبريل عنها، فقال سيدنا جبريل: هذه رائحة ماشطة فرعون، زي الكوافرة بتاعت فرعون كده، ودي اللي كانت بتمشط شعر زوجة فرعون وبناته. ولكن ماشطة فرعون دي آمنت بالله، ولكن بدون ما فرعون نفسه يعرف. وفي مرة الماشطة كانت بتمشط شعر بنت فرعون، وقع مشط بالغلط وقالت بسم الله. قالت بنت فرعون: أبويا؟ ردت عليها الماشطة بأنه لا، ربي وربك ورب أبوكي. فالبنت راحت لأبوها وقالت له على اللي حصل. فأبوها فرعون جاب الماشطة وقال لها: من ربك؟ قالت الماشطة: ربي وربك ورب العالمين هو الله. فقال فرعون: جيبوا عيالها، وكان عندها 4 أطفال. فقال لها: أذيهم. فردت عليه: افعل ما شئت. فجاب بقرة من نحاس وأشعل النار، فقال: من ربك؟ فقالت: ربي الله. فشال الأول ورماه في النار، وللأسف الطفل فضل يصرخ ويصرخ لحد لما صوته اختفى ومات. بعدها جاب التاني ورماه وفضل يصرخ، وبعده التالت. أما الرابع وكان طفل رضيع سحبته، وقتها تحصل معجزة ويقول الطفل الرضيع لأمه: لا يا أماه، أنت على حق. فشالوا منها الطفل ورموه، يعني مات كل عيالها قدام عينيها. بعدها قتلوه وقتل زوجته آسيا اللي هي زوجة فرعون، لأنها هي اللي علمت الماشطة.
الشتاء. والله بشر زوجة فرعون بالجنة. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كمل الرسول بعد كده طريقه ولقى ناس أفواههم مفتوحة وبتتشال الجمر من النار وتتحط على فمهم. فقال سيدنا محمد: مين دول يا جبريل؟ رد سيدنا جبريل وقال: دول الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. لحد لما وصل سيدنا محمد عند سدرة المنتهى. كل الخلق بيقفوا عند سدرة المنتهى، وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيبص يلاقي جبريل على هيئته الحقيقية. لقى جبريل ب 600 جناح، ولو فرد جناح واحد غطى الأفق ما بين السماء والأرض. شفتوا عظمة سيدنا جبريل؟ بعدها طلع الرسول لوحده لحد لما وصل لعرش ربنا، ولكن ما شافش ربنا عز وجل. هو ربنا كلمه لكن ما شافوش. وهناك ربنا قال لسيدنا محمد: أنا فرضت على أمتك 50 صلاة. وسيدنا محمد نازل لقى سيدنا موسى، فقال سيدنا موسى لسيدنا محمد: ارجع واستأذن من الله لأن قومك مش هيقدروا عليها. وهكذا لحد لما وصلت ل5 صلوات اللي هم ال5 صلوات اللي فرضوا على المسلمين. وهنا استحى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الله ورجع للقدس ومنها المكة.